MSN News. ماذا فعلت زوجة أشرف حكيمي بعد اتهامه بالاغتصاب؟ راموس باريس سان جيرمان ليس بمستوى دوري أبطال أوروبا. رقم قياسي جديد على رادار محمد صلاح في ليفربول. عرضت فضائية العربية تقريرا يكشف اتخاذ زوجة أشرف حكيمي خطوة غاضبة بعد اتهام اللاعب بالاغتصاب. وأوضح التقرير أنه بعد توجيه تهمة الاغتصاب لزوجها أشرف حكيمي، رفضت الممثلة الإسبانية هبة عبوك العودة والعيش في منزلها بباريس رفقة زوجها لاعب باريس سان جيرمان. وأشارت العربية إلى أن معلومات كشفت عن توجهها للعيش بمنزلها في مدريد، فضلا عن أن مصادر مقربة من عبوك قالت إنها مدمرة نفسيا تماما بعد انتشار خبر قضية الاغتصاب. برر قلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس أسباب توديع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر في الموسم الحالي. باريس سان جيرمان خسر في حديقة الأمراء أمام بايرن ميونخ في دور 1-6 بهدف دون رد، ثم عاد ليخسر مجددا أمام نفس الفريق في ميونخ بثنائية نظيفة. وغرد راموس عن ذلك من خلال حسابه الرسمي عبر تويتر بخيبة أمل عميقة لنا ولكم، لم نكن بالمستوى المطلوب لدوري أبطال أوروبا. وأضاف: لم نكن نعرف كيفية التعامل مع التفاصيل الأساسية وفشلنا في الهدف الرئيسي. إنه أمر مؤلم، لكن الأبطال يولدون من جديد من الهزيمة ويصنعون من الشدائد. سوف نعود. يواصل النجم المصري محمد صلاح البحث عن تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه الحالي ليفربول. صلاح بات هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا على روبي فاولر أسطورة النادي. ويفصل صلاح هدف واحد فقط عن الانفراد برقم قياسي جديد مع فريق عند مواجهة بورنموث غدا السبت في افتتاح لقاءات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيتاليتي. ويتساوى صلاح مع نجم ليفربول السابق مايكل أوين كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف لفريق ليفربول خارج الأرض برصيد 55 هدفا. ويأمل صلاح في فضل الشراكة مع أوين في حال تمكن من هز شباك بورنموث السبت، لا سيما أن صلاح سبق وأن سجل 8 أهداف في أخرى 7 مباريات خاضها ضد بورنموث في البريمير ليج.